السلام عليكم زينات، وش راكم؟ شحوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير ويلقاكم فيديو في احسن الاحوال. ما زلنا متواصلين مع سلسله الحلويات اللي وجدتهم للعمره، وقاطونا النهار اليوم قاطو سك خفيف ظريف يا البنات، يعني اسهل حاجه تجي في بالكم تطبقوها في ميم با نص ساعه وانتم وجدتوا يعني قاطو ما شاء الله يحمر لكم وجوهكم. والمهم والاهم يا البنات يذوب ذوبان ما شاء الله، يعني البنه ديالو والهشاشه ديالو روعه يا البنات، روعه روعه روعه. كان سبق لي ديجا وشاركتكم يعني هذا الكاطو هذا عين الجمل، لكن بطريقه واحده اخرى يا البنات. انا كي شاركت معكم الكاطو مسبقا جاي على قرمشه هكذا من برا ومن الداخل يذوب، لكن قريت لي كومونتير تاع لا بليبار حلواجيات خافوا من هذيك القرمشه، دونك انا درتها في بالي وخدمته لكم اليوم بطريقه واحده اخرى بحيث يجي يذوب في اليد قبل الفم. ما شاء الله هو الصور راهي تعبر يا البنات، ما نقدرش نزيد نعبر لكم اكثر من شي لكم تشوفوا فيه. نخليكم مع الوصفه. بسم الله على بركة الله والصلاة والسلام عليك حبيب الله. ندوز مباشرة في المقادير وطريقة التحضير مع بعض. أنا عندي 500 غرام تاع مارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة. أنا دورت هكذا دورة في الميكرووند، شوية دابت لي زيادة مي بون. عندي كاس بيان بومبين تاع سكر غلاس، عندي مغرفة صغيرة نتاع لافاني ورشة ملح، وندربهم مليح مليح يا البنات مع بعضهم حتى يتجانسوا ويتضاعف الحجم نتاع المارغرين ديالي. حطيت عليهم 3 صفار بيض وزوج حبات كاملين بهذه الطريقه هذه، وحطيت عليهم كاس تاع الزيت يا البنات هكذا. راح نحط عليهم زوج مغارف يكونوا كبار تاع عسيله، ما يخفى لكمش يا البنات باللي صابلي كي تزيدوا له العسيله راح تتحصلوا على بنه سبيسيال. نحط عليهم زوج مغارف نتاع شوكولا اتارتيني يا البنات، وهذا السر اللي راح يخلي يعني الكاطو ديالكم بزاف بنين. نبداو نزيد له طراوه هايله، نخلطهم كامل المكونات هكذا باش يتجانسوا لي مع بعضهم. من بعد نجي نضيف زوج كيسان نتاع كاوكاو. شوفوا يا بنات انا الكاوكاو ديالي حمسته مليح يعني حتى خدا لون كيما راكم تشوفوا بيان فونسي، ورحيتو كونكاسي. الكاس الاول هي نورمالمون في زوج يا البنات تحطوهم مرحيين هكذا في الخشين، انا حطيت كاس مرحي هكذا في الخشين، وهذا الكاس الثاني يا البنات كاوكاو بقشورو. كان بقالي من كاطو واحد اخر ومرحي شويه رقيق، وما ماذا بيكم يعني في زوج ديروهم خشن. زدت لهم مغرفه مايزينا ونخلطهم هكذا كيما موضح في الصوره، ومن بعد نولي نضيف الفارينه بالتدريج. الفارينه هذه غربلتها بيان سور يا البنات، جامي تحطوا الفارينه في الكاطو ديالكم بلا ما تغربلوها. حطيت معاهم نص مغرفه هكذا صغيره نتاع خميره كيميائيه، ونبدا نضم في لاباط ديالي حتى نتحصل على اون بات تكون طريه يا البنات، باسكو هنا حاطين فيها الكاوكاو ورانا حاطين مغرفه تاع مايزينا. وماذا بينا نديروا حسابهم باش ما يجيناش هذاك الكاطو يابس وناشف فوق اللازم. راح نحطها في ساشي ونبدا نخدم مباشره يا بنات. نجيب لي مول ديالي، هذا المول العاجب الصغير القطر ديالو 7 سنتيمتر. ندير شوفوا يا البنات رشه نتاع كاوكاو محمس ومرحي كونكاسي، وانا درتو بالقشور يا البنات بقشور، وانا حمسته ورحيته بقشوره. نحط هكذا رشه في القاعده نتاع المول، ومن بعد نولي نوزن هكذا في لاباط ديالي. انا درتها نقولوا 45 46 غرام. نبوليها مليح 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 اللي يزيلها السطح ديالها قبل ما نحطها في المول، ومن بعد كي نحطها نخدمها بيان يا البنات، نخدمها باش كي طيب الحبه ونقلبها ما نلقاهاش معوجه ولا مديفورميا ولا جهه طالعه وجهه حابطه. فهمتوني يا البنات؟ الملاحظه صغيره يا البنات، لي مول كي تشروهم جدد بعد ما تغسلوهم بيان سور وتنشفوهم، لازم المره الاولى كي تجوا تخدموا بهم تدهنوهم بالزبده وديروا لهم رشه تاع فارينه المره الاولى، بركم بعد تولوا تخدموا بهم عادي. دخلتها الفور طيبتها مده 20 دقيقه من تحت يا البنات. كي نشوف الجوانب هذوك بداو يحماروا نطفي من تحت ونشعلها من الفوق ونقولوا واحد ل5 دقائق. هذا الكاطو خياتي يطيب مليح، يعني لا كولور ديالو كيما راكم تشوفوا فيها تكون بيان دوغ، يعني مطيبوش هكذا صفار، يعني باش القوام ديالو يجيكم خير وخير. هكذا يا البنات نديمو ليهم فاسيلمون. شوفوا يا البنات ما ديمو ليهمش يعني وهما سخونين هكذا يغلو جوست تخرجوهم من الفرن، لا لازم تخلوهم يريحوا 10 دقائق باش تروحوا تنحوهم من المول هكذا خياتي باش ما يتكسروا لكمش، يعني هكذا وهما سخونين. من بعد وهما دافين بعد 10 دقائق نقلبهم هكذا كيما راكم تشوفوا في سنيوه،
ونصير لهم هكذا شويه سكر غلاس، ونعمر شويه شوكولا تختيني في البوش طابل. اذا كنتوا راح ديروه يعني كوصفه تجاريه تخدموه دي كوموند، تخدموه بشوكولا اللي تكون رخيصه شويه. سينو لا كنتوا راح ديروه ليكم ولا لضيافكم، ننصحكم يا البنات شوفوا شوكولا المرجان زادت له بنه سبيسيال، تعرفون يعني ما نخبي عليكم والو. بسم الله ما شاء الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. شوفوا يا البنات، شوفوا لي وأكدوا لي على هذيك الأناقة، روعة خياتي. وصفة سهلة ماهلة بسيطة بزاف 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 بريزونطابل، حاجة يعني فريمون تحملكم وجوهكم في مناسباتكم ومع ضيافكم. شوفوا لي واكدوا لي على ديك الطراوه وهذيك الهشاشه، قسمتها لكم بالموس ومن بعد عطيتها لكم هكذا باش تشوفوا بعينيكم هذيك الهشاشه وهذيك الخفه تاع الكاطو ديالنا. نتمنى من كل وحده شافت هذا الفيديو تجربوا وعينيها مغمضين وتنورني بدعاويها السنة. شوفوا يا البنات هذا الكاطو يعني فريمون يشد مده طويله طويله طويله. شوفوا انا قعد لي شهر يا البنات وبقى محافظ على نفس البنه ونفس القوام ما شاء الله. بالعكس يعني يزيد يولي الطريق خير وخير كي يقعد معاكم. وهاد المقادير اللي عطيتهم لكم خرجوا لي 65 حبه. هذه يا خياتي ان شاء الله نكون كفيت ووفيت ووصلت لكم كل كبيره وصغيره باش تجربوا الوصفه وتنجحوا فيها وتشاركوها مع ناسكم وحبابكم باش تكبر عائلتنا وتكبر لمتنا. الى وصفه قادمه خليتكم في رعايه الله وحفظه. سلام.